السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اذكروا الله. هعمل معاكم بقى المحشي على الطريقة المصرية. انا معايا هنا كيلو بتنجان وكيلو ونص كوسة ونص فلفل، 5 بصلات متوسطة، قرن فلفل، توم، ومعايا هنا ربطتين كزبرة وواحدة شبت، وكيلو الا ربع رز. والبنجر ده طبعا بيدي للاكل لون جميل جدا، وغير كده ليه فوائد كتيره، منها التقليل من نسبه الكوليسترول، الضرب الدم، وتحسين عمل الجهاز الهضمي، والتقليل من اعراض ومن امراض القولون، والوقايه من الاصابه بالانيميا لانه يحتوي على نسبه كبيره من الحديد، والتقليل من الوزن الزائد، والمساعده على زياده حرق الدهون الزائده. ودايما ماما بتوصي عليا في الاكل ان انا لازم احط بنجر، ومعايا الطماطم طبعا. دلوقتي بقى فرمت البصل مع قرن الفلفل والثوم. ده شكل الطماطم، شايفين لونها ما شاء الله. طبعا بتدي البنجر بيدي طعم ولون رائع بجد. عندي بقى حله كده كبيره احط فيها البصل. دلوقتي حطيت دي الحله اللي هعمل فيها الرز دي، بعد ما هفضيها هسوي فيها المحشي برضو، يعني مش هستخدم كذا حله ولا حاجه، هي نفس الحله. خلي البصل بقى على النار دقيقتين كده بس. انا هحط بقى ملح على البصل عشان يتكرمل كده ويديله لون جميل. هنزل بقى الطماطم، شايفين اللون بجد ما شاء الله. بحط البنجر متغرقش. هضيف بقى الفلفل الاسود والملح. انا كده كده اوريدي كنت ضايفه للبصل ملح. كمون، كزبره ناشفه. هسيب بقى الطماطم تتسبك شويه وبعدين هضيف الرز. انا دقتها حسيت ان هي محتاجه لسه توابل تاني فضفت لها. هضيف بقى الرز. هسيب بقى الرز كده دقيقتين على النار يتشرب من الميه، او يتشرب من الصلصه يعني. طبعا طول ما الرز على النار لازم ايدينا تبقى فيه كده علشان مفيش حاجه تلزق في الحله. هضيف بقى الخضره. شكل الرز بعد ما خلص. دلوقتي انا خلصت المحشي، حشيت الفلفل والكوسه والبتنجان، وفاض معايا شويه رز عملت بيهم بطاطس. جبت البطاطسايه وقشرتها وقورتها من النص وحشيتها بالرز، بصراحه بيكون طعمه جميل جدا. دلوقتي بقى في الحله اللي عملت فيها الرز حطيت فيها زيت، وحطيت النخب بتاع الكوسه كده في الارضيه. وبصراحه مفيد جدا النخب ده، اللي هو التقوير بتاع الكوسه، مفيد جدا وبيقوي عضله القلب، فانا ما بحبش ارميه بصراحه، وبيكون طعمه جميل جدا. رصيت بقى المحشي في الحله بتاعتي.
دلوقتي بقى هعمل صينية الفراخ اللي في الفرن. عندي هنا 3 وراك عصر عليهم ليمون، عصرت الليمون عليها. الليمون ده خطوة اختيارية، لو انت مش عايزاها عادي مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى هنزل باقي البصل اللي انا فرمته من شوية على الفراخ. بصراحة الطريقة دي انا متعلماها من ماما، واي حد بيجي عندنا بصراحة بيشكر في الفراخ دي، بتعملها بطريقة جميلة جدا، وهي كمان نفسها حلو اوي في الاكل. ده شكلها بقى بعد ما حطيت عليها البصل. هحط عليها بقى دلوقتي عصير الطماطم. انا ضفت هنا فلفل اسود وملح، ضفت هنا ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون. احط بقى الطماطم عليها. ده بقى بعد ما حطيت عليها الطماطم. بجد بجد الوصفة دي جميلة جدا، من انجح الوصفات. طبعا اتعلمتها من ماما، ربنا يديها الصحة. جميلة جدا بجد، ومش هتبطلوها خالص بعد ما تعملوها. ادخلها بقى الفرن وهوريها لكم بعد ما اطلعها. دلوقتي هشرب بقى المحشي. انا عندي شوربة لحمة. وبرده من التكات اللي ماما معلماني في المحشي ان انا ارش عليها طماطم كده من فوق. ده طبعا بيدي الفلفل او الكوسه او البتنجان برضو شكل حلو قوي كده من فوق. ده بيدي لها لون وطعم جميل. غطيه بقى علشان يستوي. كده نكون خلصنا المحشي والفراخ، ويا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. قبل ما نختم الفيديو لازم نصلي على النبي.